ما كنتش أول مرة أدخل أسرق فيها بيت، لكن كانت أول مرة أتعامل مع صاحب البيت ويحصل لي أغرب حاجة ممكن تتخيلوها. ومن هنا وقعت في شر أعمالي. أنا ياسر، عمري 40 سنة، المهنة حرامي بقالي أكتر من 20 سنة، وبحكي لكم قصتي وأنا في السجن. في يوم كنت قاعد على القهوة أنا وفوزي زميلي في نفس الكار، كنا بنرتب لعملية جديدة. قربت منه وقلت له بصوت واطي: قولي بقى، الكلام المرة دي على إيه؟ بص حواليه وقال لي: العملية المرة دي زي الفل. راجل عايش لوحده في فيلا في منطقة هادية، معروف عنه إنه بيخرج كل يوم مع أصحابه وبيرجع بعد نص الليل. هنروح بكرة نقعد قصاد الفيلا، ولو لقينا الدنيا هادية وهو مش موجود هندخل على طول. حسينا إنه هو جوه هنمشي، بس هنفضل مراقبين المكان كويس. ها، قلت إيه؟ قلت له: معاك طبعا، يلا بينا من دلوقتي لو حبيت. رد وقال لي: لا، أنا بفكر أستنى لحد بكرة، أصل عندي مشوار كده عايز أعمله. سألته وقلت له: مشوار؟ مشوار إيه؟ لو عايزني معاك أنا في الخدمة. بصلي بزعل وقال لي: لا، ده مشوار يخص طليقتي وأم ابني. انت عارف اني بحاول ارجعها، لكن هي منشفة دماغها، بتقولي مش هدخل بيتك ولا هأكل ابني من فلوس حرام. يعني هو انا لقيت الحلال وقلت لا، مع اني من جوايا عارف انها على حق، بس اعمل ايه؟ الحلال فلوسه قليلة وبتيجي بالعافية، عكس شغلانتنا خالص، تعب قليل فلوس كتير. بقولك ايه، انت شايف ان المفروض اعمل ايه في الحالة دي؟ بصيت له وقلت له: انا شايف انك مش راسي على بر. كلام طليقتك وطلبها انك تتوب شاغل بالك، بس لو جيت للحق، مراتك دي وش فقر. في واحدة ترفض انها تعيش في الهنا ده كله؟ ده انت بتفتح خزن ولا كأنك معاك ارقامها. يا جدع، انا شايف انك تنساها هي وابنك، وحتى المصاريف ما تدفعهاش مادام فلوسك حرام، وهي لما تلاقيك تقيل هترجع لك جد. خلينا نفكر في أكل عيشنا ونعمل فلوس تخلينا نقب على وش الدنيا، وبلاش الكلام الخايب اللي ما بيأكلش عيش ده. فوزي كان بيسمع كلامي، وأنا شايف في عينه نظرات الحيرة والتردد، وإنه شكله بيقوله إنه ناوي يتوب. وعشان كده لما روحت فضلت أفكر مع نفسي وأقول بما إن احتمال إنه يتوب، يبقى نفذ أنا العملية المرة دي لوحدي، وخليه هو في التوبة بتاعته وماشي ورا مراته. وتاني يوم رحت العنوان اللي قال لي عليه فوزي، وفضلت أراقب الفيلا من بعيد، ولقيتها هادية جدا ومش طالع منها أي أصوات، وكل الأنوار مطفية. عرفت وقتها إن مفيش حد موجود، ودخلتها بطريقتي وبدأت أبص حواليا بحذر وأتأكد إذا كان في حد موجود ولا لأ. فضلت أدور على أي حاجة غالية أسرقها، ولما وصلت لأوضة المكتب وفتحتها لقيت قصادي اللي خلى ركبي يتخبط في بعض، وقلبي من كتر الخوف حسيت إنه هيقف. لقيت قصادي راجل قاعد على كرسي متحرك، وعينه شكلها مش بيشوف بيها، وبدأ يقول بخوف: مين هنا؟ مين في البيت؟ أكيد زينة. يا زينة، لو انت هنا يا حبيبي بابا قوليلي، هو بلاش المقالب دي. كنت كاتم نفسي وبرجع لورا عشان أخرج من الأوضة، لكن لقيته بيقرب من باب الأوضة بالكرسي وخبط فيا غصب عنه. وقتها مسك إيدي وقال لي: انت مين؟ انت الدليفري بتاع السوبر ماركت؟ قلت له بتوتر: ايوه انا يا استاذ، لو سمحت ممكن تسيبني امشي. رد وقال لي باستغراب: ازاي تمشي من غير ما تاخد فلوس الطلبات؟ استنى هجيب لك الفلوس، انا محضرها في جيبي، حط انت بس الطلبات على ترابيزة المطبخ. رديت برعب وقلت له: حاضر. وعملت نفسي اني اتحركت، بس فجأة لقيته بيكح جامد قوي وبيقول لي بصوت عالي:
يا ابني معلش، هاتلي معاك كوباية مية ربنا يبارك لك. من خوفي جريت بسرعة على المطبخ أجيب له المية، ووقتها حاولت أطمن نفسي وقلت هو أنا خايف من إيه؟ ده راجل كفيف وقعيد، يعني الموضوع هيخلص بكل سهولة. وبدأت أتصرف بكل هدوء أعصاب واديت له المية، وبعد ما شرب قال لي: أنا متشكر أوي يا ابني، أنت اسمك إيه؟ قلت له: اسمي عمر. رد وقال لي: عاشت الأسامي يا ابني، أنا فريد أبو العزم، رجل أعمال سابق، ولما حصل لي حادثة وصلت للحال ده قررت إن أصفي كل شغلي وأقعد في البيت زي ما أنت شايف. الفضول أخدني إن أقول له: وهو حضرتك قاعد لوحدك هنا ليه؟ رد وقال لي: لا يا ابني، بنتي زينة ساكنة بعدي بكم شارع، وبتيجي تطل عليا كل يومين 3. هي كانت عندي هنا من شوية ومشيت، ولما لقيتك هنا افتكرتها بتعمل فيا مقلب. انت دخلت هنا ازاي صحيح؟ قلت له: لقيت الباب مفتوح، تقريبا حد نسي يقفل الباب كويس. ضحك وقال لي: هي تملي كده، لما بيكون جايلي اي دليفري بتسيب الباب موارب عشان ما تتعبنيش، وكل بتوع الدليفرية حفظوني. قلت له: طيب استأذن، انا لازم امشي عشان ورايا شغل. قال لي: طبعا اتفضل يا ابني، اكيد انت عارف باب الفيلا كويس، بس بقى اقفله وراك. عملت نفسي اني خرجت وفتحت وقفلت الباب عشان يفهم اني مشيت، وكملت تدوير في الفيلا وطلعت الأوضة اللي في الدور التاني. وهنا كانت الصدمة، لقيت شخص مرمي على الأرض قاطع النفس، باين عليه ان اللي حصل له ده حصل له بفعل فاعل. وقبل ما ادور وشي وامشي من المكان فجأة أخدت ضرب على دماغي، وما حسيتش بأي حاجة بعدها غير وعسكري بيفوقني، ولقيت نفسي متكلبش ومتاخد في البوكس. بقيت مش فاهم ومش فاكر ايه اللي حصل. ولما وصلت القسم بدأ الضابط يحقق معايا، ولقيته قال لي: انت ايه علاقتك بفريد ابو العزم؟ سكت شوية ورديت وقلت له: مفيش اي حاجة حضرتك، انا مش فاهم انا هنا ليه، الراجل ده مجرم، انا لقيت عنده واحد قاطع النفس في اوضة من اوض فيلته. رد الضابط وقال لي: مين اللي مرميه؟ احنا فتشنا الفيلا كلها ما لقيناش فيها غير جثة فريد ابو العزم. حسيت اني تايه وقلت له: ازاي حضرتك؟ فريد ابو العزم اتكلم معايا وقال لي انه عايش لوحده بأمارة انه كان قاعد على كرسي متحرك، ازاي لحق يتوفى وامتى؟ الضابط قال لي بصوت عالي: اسمع بقى، امور اللاوعة دي ما تمشيش هنا. استاذ كمال صاحب استاذ فريد جه دخل الفيلا ولقى فريد مرمي على الارض، ولقاك بتسرق دهب وفلوس من الفيلا. ساعتها خبطك وفقدت الوعي وبلغ البوليس. اقعد كده وقول لي بقى ايه حكايتك بالظبط. فهمت ساعتها اني مش هلبس جريمة سرقة بس، دي كمان جريمة قتل. وحاولت بكل الطرق ان اقول اني ما عملتش حاجة، وان وجودي في الفيلا كان هدفه السرقة مش اكتر. وفجأة دخل علينا شخص خلانا اتصدم من وجوده، وهو كمال اللي الضابط قال لي انه صاحب فريد، وكان هو نفس الشخص اللي قال لي انه فريد ابو العزم، بس المرة دي داخل بيمشي وبيشوف عكس ما كان مبين لي في الفيلا. قلت بعلو صوتي: هو ده اللي قال لي انه فريد ابو العزم يا بيه، وعمل نفسه مشلول وكفيف يا باشا. وبالأمارة ان فريد عنده بنت اسمها زينة ساكنة بعده بكذا شارع، معقول هعرف كل المعلومات دي لوحدي؟ رد كمال وقال: ازاي يعني اعمل نفسي مشلول وكفيف؟ اذا كان فريد الله يرحمه ما كانش مشلول ولا كفيف، وبعدين فريد ما كانش بيخلف من اصله، عشان تعرف انك حرامي وكذاب وفاشل كمان. يا حضرة الضابط، الشخص ده حرامي ودخل الفيلا اكيد لهدف السرقة، ولما لقى فريد ساعتها عمل اللي عمله. وقتها كنت انا وصلت، لاني كنت متفق معاه ان اجيله اسهر معاه، لكن لما وصلت
لقيت كل اللي قلته لحضرتك. محدش صدقني، وكان كلام كمال مترتب صح، وأنا بصماتي كانت في كل حتة في الفيلا. وقتها اتمنيت إن يرجع بيا الزمن ليلة واحدة، وكنت تبت مع فوزي. فضلت في الحبس ولبست البدلة الحمراء لأن اتأيد عليا حكم الإعدام. كل يوم كان بيعدي عليا كان بيعدي ببطء، وكنت بسأل نفسي سؤال واحد مش بيتغير: معقول دي تكون نهاية واحد كان داخل يسرق فيلا؟ سبحان الله، ده أنا كان كل هدف السرقة وبس. وعدت عليا أيام كتير في السجن لحد ما جه قرار بمنع قرار الإعدام، وإنهم هيعيدوا النظر في القضية وفي محاكمتي من جديد. ولما جه ميعاد الجلسة لقيت كمال جنبي في القفص، وبدأت الجلسة، وعرفت الحقيقة اللي مستحيل تيجي على بال شيطان. تعالوا احكيها لكم. كمال وفريد اصحاب جدا لدرجة انه فريد سلف كمال مبلغ كبير جدا، ولما فريد بدأ يطلب بحقه كمال ماطل، وكان كل يوم بيطلع له بحجة شكل. لحد ما في يوم فريد وكمال اتكلموا سوا في التليفون، وكمال قال: بقى معقول يا فريد مش قادر تصبر عليا كمان كم شهر؟ ده احنا 10 سنين، وأظن يعني الفلوس اللي أنا مستلفها دي مش حاجة في بحر اللي عندك. رد فريد بكل غضب وقال له: 5 مليون جنيه مش كتير بالنسبة لك يا كمال؟ طب اسمع بقى، لو فلوسي ما جاتليش في ظرف أسبوع أنا هبلغ عنك بالشيكات اللي انت ماضيها، وساعتها هوديك في 60 داهية. وقفل فريد السكة في وش كمال. وبعدها كمال قرر يروح لفريد البيت بحجة إنه جايب له الفلوس، وفريد رحب بيه ودخله بكل هدوء. وفجأة كمال اتهجم على فريد وخلص عليه. وبعدها كمال بدأ يدور في البيت على أي ذهب أو أي فلوس في الخزنة اللي كان مفاتيحها في جيب فريد، وبالمرة أخد الشيكات اللي كان بيتهدد بيها. لكن الخطة باظت لما أنا دخلت وبدأت أقلب في البيت وأسرق لي أي حاجة. وقتها كمال كان في أوضة المكتب، ولقى الكرسي بتاع والدة فريد، والدته المتوفية من كذا سنة، وعمل عليا اللعبة دي كلها عشان يخلي بصماتي في كل حتة في البيت، وساعتها شيل أنا القضية. طبعا عايزين تعرفوا إيه اللي كشف الحقيقة. اللي كشف الحقيقة مكالمة على تليفون فريد متسجلة بينه وبين كمال. ده غير إن فريد كان عنده نسخ لكل العقود والشيكات اللي عنده في شقته القديمة، واللي معاه مفتاح الشقة هو أخوه صلاح، أخوه اللي لسه راجع من السفر من أسبوعين، وقدم كل الأوراق اللي موجودة في الشقة، واللي كان من ضمنها صور الشيكات، لأن حس إن في حاجة غلط من كمال اللي ما ذكرش إن في بينه وبين فريد أي شيكات أو أي ديون. وأخد كمال الحكم بالإعدام. أما أنا فألف حمد وشكر ليك يا رب، أخدت 5 سنين سجن بحمد ربنا عليهم، وقررت إني ما بصش للحرام تاني أبدا من بعد اللي حصل لي. واكتشفت شيء مهم جدا كان غايب عني. اكتشفت إن ربنا بيستر مرة و2 و10، لكن في مرة بينزل ألم على الخد الغفلان عشان يفوق ويخليه يعيد حساباته ويرجع ويتوب لربنا قبل فوات الأوان. عيدوا حساباتكم وتوبوا وارجعوا لربنا.